عمرك قابلت حد بعد ما يمشي تفضل فاكره لأيام؟ مش علشان شكله ولا لبسه، فاكره بسبب حاجة تانية خالص. وعايز أقولك إنك تقدر تبقى الشخص اللي محدش ينساه. بس قبل ما أقولك إزاي، خليني أسألك سؤال صغير. إيه هو الشيء اللي بيخلي بعض الناس تعلم فيك؟ ليه في شخص بمجرد ما تتكلم معاه تحس إن الكلام بيرتاح، وفي شخص تاني تبقى عايز تخلص كلام وتقوم؟ الفكرة مش في الكلام، الفكرة في اللي بيعمله قبل الكلام. الناس فاكرة إن الشخص اللي بيتكلم كتير هو اللي بيبان، لكن الحقيقة الشخص اللي بيسمع كويس هو اللي بيترسخ في الذاكرة. ويمكن دلوقتي تقول لي طيب أسمع إزاي؟ استنى بس، لسه ما وصلناش للمعلومة اللي هتغير كل حاجة. قبل ما أقولك السر، خليني أقولك حاجة صغيرة. أكتر حاجة الإنسان بيحب يسمعها مش النصايح ومش الحكايات، أكتر حاجة بيحب يسمعها نفسه. وإنت لو فهمت دي بقيت شخص صعب يتنسي. الموضوع مش إنك تبقى سامع، لكن إنك تخلي اللي قدامك يحس إن صوته مهم، وإنك مش مستعجل ترد ولا بتجهز إجابة ولا مستني دورك. في ناس بتفتكر إنهم بيسمعوا، بس هم في الحقيقة ساكتين مش سامعين. وانت فرقك هيتحدد بلحظة واحدة، لو عرفتها هتبقى الشخص اللي محدش ينساه. السر بسيط بس تأثيره قوي جدا. اسمع علشان تفهم، مش علشان ترد. لما تعمل كده اللي قدامك هيحس بالأمان وهيفتح قلبه، وساعتها انت بقيت رسمي الشخص اللي مستحيل يتنسي. جربها في أول حوار يجي قدامك، مش هتصدق الفرق اللي هتشوفه، وساعتها هتعرف إنك بقيت واحد من الناس اللي صعب جدا تتنسي.